عمرك سمعت عن العلاج المعرفي السلوكي؟ وهل تعرف بيتكلم عن إيه أو بيعالج إيه أصلًا؟ هو ده موضوع الحلقة النهاردة، بس قبل ما نبدأ أحب تعملوا لايك وشير لو عجبتكم الحلقة، باشجعكم تاخدوا screenshot من كل تدريب بيتم ذكره في الحلقات، عشان الهدف إن إحنا نجمّع كل التدريبات دي في كشكول واحد ونشتغل عليها بانتظام. النهاردة هنتكلم عن العلاج المعرفي السلوكي. ببساطة كده العلاج المعرفي السلوكي هو نوع من أنواع العلاج اللي بيعالج القلق والاكتئاب بشكل أساسي، وبيكون عن طريق إنه بيشتغل على الأفكار اللي بتسبب القلق والتوتر من الأساس. المبدأ الأساسي للعلاج المعرفي السلوكي هو إن الأفكار والمشاعر والسلوك كله مرتبط ببعضه وبيأثر في بعضه. عشان كده لو عايز تسيطر على أي حاجة فيهم لازم تسيطر عليهم كلهم. مثال، لو انت بتتفرج على التلفزيون انفجر فجأة، ساعتها هتعمل ايه؟ هتعمل تصرف أو سلوك اللي هو هتنط تحاول تطفي الحريقة أو تتصل بالمطافي، هتطلع مشاعر زي الخوف والقلق، هتظهر أفكار زي إن البيت كله هيتحرق أو إنك هتموت. فين المشكلة؟ فين السؤال؟ لو قدرنا نحفظ المعادلة دي كويس هنقدر نشتغل على نفسنا ونقدر نفهم ايه اللي بيسبب القلق أو الاكتئاب في حياتنا، ونحاول نقلل من أثره علينا. أفكار بتؤدي لمشاعر بتؤدي لسلوك، يبقى المصدر الأساسي للقلق والتوتر هو الأفكار الخاطئة دي بتبقى أفكار مشوهة وغير واقعية، بتخلّينا نقلق من حاجات مش هتحصل وتخوّفنا بشكل يعطّل إن حياتنا تمشي بشكل طبيعي. أنماط التفكير الخاطئة: 1. الكل أو اللاشيء all or nothing thinking، ساعات بيسموها black and white thinking، وده طبعًا زي ما هو باين من اسمها إن الشخص بيفكر بطريقة يا أبيض يا أسود، مفيش وسط، يا ناجح يا فاشل تماما وعمره ما هينجح. زي لمجرد إن ابنها تعبها شوية تبقى شايفة إنها فاشلة وإن كل الأمهات شاطرين وهي لأ. 2. الشخصنة، وده لما الشخص بيلوم نفسه على أي حاجة غلط بتحصل وإنها أكيد بسببه، زي حد المدير بتاعه فظ وسخيف وهو حاسس بالذنب طول الوقت وحاسس إن دي غلطته. كمان ساعات بيحصل العكس، حد بيلوم الناس كلها على أحداث سلبية بتحصل في حياته لكن بيرفض يتحمل مسؤوليتها. 3. التفكير الكوارثي catastrophizing، وده لما الشخص يتوقع سوء الحظ وإن الدنيا هتبوظ خالص، يعني زي حد عنده presentation في الشغل يتوقع إنه هيغلط ويقدمه غلط ويتجازى على كده وممكن يترفض وهكذا. 4. الاستنتاج الانفعالي، هنا لما حد يتوقع نهاية حدث ما بناء على إحساسه الداخلي بغض النظر عن إن التصرف ده وارد أصلا إنه يحصل أو لأ. واحد رايح يقابل واحدة في first date مثلا وهي اتأخرت شوية، يبقى هي غيرت رأيها وشافت إنه وحش وقليل وحاجات كتير كده، مع إن ممكن تكون اتأخرت عشان المواصلات زحمة أو كان في حادثة في الطريق ولا حاجة. 5. عبارات يجب وينبغي، هنا لما يكون الشخص عنده فكرة ثابتة عن نفسه أو الآخرين ولما يحصل حاجة مختلفة عن توقعاته يحبط ويحس بالاكتئاب. فمثلا لاعيبة جمباز بتتمرن على تمرين صعب، شايفة إن هي ما ينفعش تغلط، فلما تغلط تحبط جدا وتحس إنها فاشلة وممكن تغيب عن التمرين كذا يوم. 6. التنقية العقلية أو التجريد الانتقائي، الشخص مش بيشوف ساعتها الصورة كاملة لكن بيسيب كل الإيجابيات ويمسك في تفصيلة سلبية وما يشوفش غيرها، زي لما حد يبقى لابس لبس جديد وكل الناس تقوله تعليقات إيجابية ما عدا شخص واحد، فيسيب كل التعليقات ويمسك في التعليق السلبي ده وما يفكرش غير فيه لدرجة إنه يبطل يلبس اللبس ده تاني. 7. العجز أو عدم النظر للإيجابيات، زي إن الشخص يلغي كل الإيجابيات اللي في الموضوع وينكرها، زي شايف شاطر شايف نفسه دايما إنه مش كويس ومش مبدع وشغله عادي قوي رغم إنه غير كده خالص. 8. التعميم الزائد،
زي واحد مر بموقف سيء فشاف إنه كل مرة هيتحط في نفس الموقف هيحصل نفس النتيجة السلبية. زي واحد راح انترفيو واترفض ففاكر إنه كل مرة هيعمل فيها انترفيو هيترفض برضه. 9. العنونة، وده إن الشخص يطلق أحكام مطلقة بناء على التصرفات اللي شافها. يعني لو واحد شاف أم بتزعق لابنها هيطلع عليها إنها أم ما عندهاش قلب وقاسية، رغم إنه ممكن تكون مش كده خالص في العادي، بس تصادف إنه شافها في الموقف ده. 10. القفز إلى النتائج، وده بيشمل حاجتين مشهورين جدا. أول واحدة قراءة العقل mind reading، وده لما الشخص يفترض إن الآخرين بيفكروا في حاجة معينة. 2. التنبؤ بالمستقبل، وده لما الشخص يتنبأ بإن اللي هيحصل في المستقبل كله سلبي، زي واحد رايح يعمل أشعة عادية بس شايف إنه هيكتشف إن عنده سرطان. طيب دلوقتي أعمل إيه عشان أعرف المشكلة بتاعتي فين؟ في مجموعة من الأسئلة ممكن نسألها لنفسنا وقت ما نحس بمشاعر مش مريحة هتساعدنا نحدد المشكلة إيه بالظبط. هل الكلام ده منطقي؟ إيه الدليل؟ إيه رأي أصحابك وزمايلك في الفكرة دي؟ هل هيوافقوا على اللي أنت بتفكر فيه ده؟ إيه اللي في الموقف مخليه فظيع ووحش ومؤلم؟ هل أنت عامل من الحبة قبة؟ هل بتتعذب من التفكير في حاجات هتحصل بعدين بدل ما نتعامل معاها في وقتها؟ الفكرة دي بتعمل فيك إيه؟ هل طريقة التفكير دي بتساعدك تحقق أهدافك؟ هل بتفكر بطريقة كل حاجة يا إما ولا حاجة ومفيش وسط؟ هل لمجرد إن في مشكلة حصلت ده معناه إنك غبي وفاشل ومفيش فايدة فيك؟ هل أفكارك دي بتركز على حل المشكلة؟ هل بتاخد الأمور بشكل شخصي بطريقة مبالغ فيها؟ هل بتلوم الآخرين على أي حاجة سلبية حصلت بس عشان تحس إنك كويس ولو لفترة بسيطة؟ الحلقة خلصت بس ليها جزء تاني. لو عجبكم كل اللي فات استنونا الحلقة اللي جاية.